استهداف المقاتلة الإسرائيلية الآن. استهداف وسقوط الطائرة الإسرائيلية من طراز F-15 من الأراضي اليمنية. إذن مشاهدينا، نحن أمام تطور بالغ الخطورة هذه اللحظات. طائرة حربية إسرائيلية أمريكية الصنع من طراز F-15، واحدة من أكثر المقاتلات تطوراً في سلاح الجو الإسرائيلي، تستهدف الآن في الأجواء اليمنية، وهذه المشاهد المباشرة تظهر لحظة إصابتها بدقة بينما تشتعل ألسنة اللهب في ذيلها. الموقع وفق مصادر ميدانية يقع فوق محيط محافظة مأرب شرق اليمن، حيث رصدت الطائرة أثناء تنفيذ مهام استطلاعية قتالية. نلاحظ الآن مشاهدينا هذا ما يظهر أمامنا بوضوح: قائد الطائرة الإسرائيلية يقفز بمظلته بعد إصابتها. يمكننا أن نرى المظلة وهي تنفتح في السماء وهو يحاول النجاة بنفسه. وفي مثل هذه الظروف عادة ما يحاول الطيار الحفاظ على هدوئه وتوجيه مظلته بعيداً عن موقع السقوط لتفادي الانفجار أو أي نيران لاحقة، وربما يحاول البحث عن مكان يختبئ فيه. لكن ما يلفت النظر هنا أن طائرة أخرى تحوم في الأجواء، تحركاتها غير عادية، يعني ربما تحاول تأمينه ومنع وقوعه في الأسر. وربما أيضاً، وهذا ما يعرف عن سلوك الجيش الإسرائيلي، أن يكون لديها خيار أخير، وهو استهداف الطيار نفسه إذا كان على وشك أن يقع بيد خصومه، لأنهم يعتبرون أن الأسر أخطر من فقدان الطيار في لحظة. إذن نتابع معكم مشاهدينا وبانتظار التأكيدات، وبطبيعة الحال جميع الأنظار تتجه الآن إلى مصير قائد الطائرة الإسرائيلية الذي قفز عبر مظلته بعد إصابة طائرته فوق الأراضي اليمنية. والسؤال الكبير الآن: هل سيتمكن من النجاة أم أن القوات اليمنية ستنجح في أسره؟ وهل ستتدخل الطائرة المرافقة التي لا تزال تحوم في الأجواء لحمايته، أم أن هناك محاولات في محيط المنطقة لاستهدافه؟ خصوصاً أن المعلومات الأولية التي تردنا تشير إلى أن هناك بالفعل محاولات استهداف إضافية بالقرب من موقع سقوطه، وهذا ما يزيد من تعقيد المشهد لحظة بلحظة. ونذكر مشاهدينا أن الساعة الآن 7:30 مساء بتوقيت صنعاء، واليوم هو الخميس 18 من سبتمبر 2025. هذه التفاصيل الزمنية تضعنا في لحظة استثنائية، حيث نشاهد واحدة من أكثر الوقائع حساسية، حيث تؤكد المصادر أن مقاتلة إسرائيلية أمريكية الصنع تعد من الطائرات الأبرز في أسطول سلاح الجو الإسرائيلي قد تم استهدافها وإسقاطها داخل الأجواء اليمنية. الطائرة التي تعرف بقدراتها المتقدمة في القصف والمناورة سقطت بعد إصابتها بشكل مباشر، فيما قفز قائدها مستخدما مظلته في محاولة للنجاة، وحتى الآن لا يزال مصيره غير محسوم، بينما تتواصل التطورات في محيط موقع سقوطه. هذا الحدث مشاهدينا يعيد إلى الأذهان عقيدة عسكرية إسرائيلية قديمة، إذ كثيرا ما لجأت تل أبيب إلى ما تسميه خيار منع الأسر، وهو خيار يضع حياة الطيار على المحك لتجنب سقوطه بيد الخصوم، حيث تفضل تل أبيب أحيانا التضحية بحياة الطيار على أن يقع في قبضة الخصوم، لما يحمله ذلك من تبعات عسكرية وأمنية ومعنوية. إذن نحن أمام مشهد معقد بلا شك، والمؤكد حتى اللحظة أن ما نشهده ليس حادثاً عادياً، بل تطور يحمل دلالات استراتيجية كبيرة، ويضع المنطقة كلها على وقع احتمالات تصعيد غير مسبوق في الساعات المقبلة. وفي هذا السياق لا يمكن إغفال الحديث عن الدفاعات الجوية اليمنية التي برزت خلال السنوات الأخيرة باعتبارها أحد أهم عناصر التوازن في الميدان، فقد أثبتت قدراتها على رصد وتتبع الطائرات والصواريخ المتقدمة، بل وإسقاط بعضها رغم ما تمتلكه من تقنيات حديثة.
اللافت أن اليمن لم يعد يعتمد فقط على منظومات دفاعية تقليدية، بل طور قدرات محلية الصنع ودمجها بتقنيات متقدمة مكنته من مواجهة سلاح الجو الإسرائيلي في لحظات حاسمة. إصابة الطائرة اليوم تمثل دلالة إضافية على أن السماء اليمنية لم تعد ساحة مفتوحة، بل فضاء محكوما بمعادلات جديدة وضعت الطيار الإسرائيلي في موقف غير مألوف، وجعلت مسألة التفوق الجوي الإسرائيلي موضع تساؤل جدي. هذا التطور يؤكد أن الدفاعات اليمنية باتت جزءاً من معادلة الردع الإقليمي، ويمنحها ثقلاً استراتيجياً يعقد حسابات أي طرف يفكر في اختبار قدرتها مجدداً. وفي هذه الأثناء مشاهدينا، وبينما تتابع المنطقة التطورات المتسارعة في الأجواء والساحات المختلفة، تأتي الآن أنباء من الضفة الشرقية لنهر الأردن، حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جسر اللمي المعروف بمعبر الكرامة لدى الفلسطينيين وجسر الملك حسين في الأردن شهد عملية نوعية أسفرت عن مقتل شخصين. وبحسب المعطيات الأولية فإن منفذ العملية وهو جندي أردني متقاعد كان يقود شاحنة تسللت عبر المعبر قبل أن يطلق النار من مسافة 0 ويطعن المستهدفين لتتم تصفيته لاحقا. التفاصيل التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أن القتيلين يبلغان من العمر 60 و20 عاما، فيما عرضت قناة إسرائيلية صورا لسلاح أبيض وبندقية ملوثة بالدماء في موقع العملية. وعلى إثر ذلك أغلقت السلطات الإسرائيلية المعبر بالكامل، وأعلنت حالة استنفار واسعة في محيط المنطقة الحدودية. أما الجيش الإسرائيلي فقد أكد أن قوات من لواء الأغوار والسامرة تنفذ حاليا عمليات تمشيط وتطويق في مدينة أريحا القريبة تحسبا لأي تطورات إضافية. إذن نعود مشاهدينا إلى العنوان الكبير الذي يفرض نفسه هذا اليوم: إسقاط الطائرة الحربية الإسرائيلية فوق الأجواء اليمنية. التطور لم يتوقف عند لحظة سقوطها فقط، بل تتوارد الآن أنباء متزايدة تفيد باحتمال أسر قائد الطائرة. طبعا بعدما قفز بمظلته في محاولة للنجاة، وبعد أن اختفت الطائرة المرافقة عن شاشات المتابعة عقب مطاردتها من قبل الدفاعات الجوية اليمنية، حتى الساعة لا تأكيد رسمي بعد بشأن مصير الطيار، لكن المؤشرات من الميدان تظهر أننا أمام سيناريو بالغ الحساسية، إذ أن الحديث عن وقوع طيار إسرائيلي أسير بيد القوات اليمنية سيكون تحولا استراتيجيا بكل المقاييس. فالقضية لا تتعلق فقط بإسقاط مقاتلة متطورة أمريكية الصنع، بل بإمكانية وقوع أحد طياريها في الأسر، وما يحمله ذلك من دلالات عسكرية ومعنوية وسياسية. المشهد ما زال مفتوحا على احتمالات كثيرة، وما يضاعف من أهمية ما نتابعه الآن أن المعلومات الأولية تؤكد أن الطائرة الثانية التي رافقته لم تتمكن من حمايته واضطرت للانسحاب بعد أن وضعت تحت نيران مباشرة من الدفاعات اليمنية. إذن نحن أمام لحظة مفصلية وصورة تختزل حجم التوتر الذي يعيشه الاحتلال هذه الليلة، وتجعل من التطور حدثا يتجاوز مجرد عملية عسكرية إلى محطة كبرى في مسار التصعيد.